ودي صينية اللي هي الحلو، عايزة بس اوريها لكم. انا عشان مش عايزة اسكرها قوي حاطة عليها بس رشة سكر كده من فوق، وهي الزبيب هيسكرها شوية. عايزة اوريكم التسوية بتاعتها من بره. هنعمل ايه؟ اللهم صل على النبي. احسن هنفتح اللفة ونخليها كده بأي اتجاه، يعني غالبا عايزينها بالعرض. طبعا مش هنغطيها لان احنا مش هنلحق نعمل تتهوى في الدنيا كده وتبقى ايه. دهنين الصينية اهي مدهونة. هبدأ اخد كل ورقتين او 3، هنجرب الاتنين هيبقى ايه والتلاتة هيبقى ايه. زي ما هي محطوطة كده هبدأ احط عندي الحشوة اهي. حشوة اهي عبارة عن زبيب وجوز الهند، مش هنحط فيها سكر من جوه. وهنبدأ مش لازم نجيب عند الحروف من بره عشان ما يخرجش، عشان لو وقع في الصينية بيتحرق. وهبدأ ألف رول وهبدأ أحطها فين في الصينية. هحط الحرف بتاعها في هنلف واحدة كمان عشان نشوفها، ولما نخلص اللف إن شاء الله هقول لكم الدنيا مشيت ازاي. هحط نفس الحشوة، هفردها بايدي ماسكة الطرفين هما تحت. واحدة اتقطعت بس ايه خليت اللي مقطوعة جوه. وهبدأ ألفها رول وابعد عن الطروف عشان ما تطلعش بره فتعمل لي توقع لي الحاجة اللي فيها. طبعا احنا خلصنا التانية. فالمفروض احط شوية سكر لسبب، لان انا مش هعقد له سكر، انا هسقيه لبن. الناس كلها بتعمل سكر بس احنا عشان عندي حالة سكر في البيت مش بعمل الحاجة مسكرة قوي، فاللبن ممكن يسقيه ويخليه احلى كمان من السكر. الحشوة بتحطي الحشوة اللي عندك، اي حاجة عندك موجودة عندك في البيت حطيها. سوداني، مكسرات، واشك ان في حد عنده مكسرات او اشتراها اساسا من الغلو، ولكن احنا كده ماشيين كويس. هي هتاخد الرصتين التانيين، هنفصل شويه ونكمل. رصيناها كلها، دي اللفه كلها اللي هي بتاعت الزهار ولا الازهار. الزهار ده هو انضف نوع في السوق على فكره. هبدا اقسمها قطع زي اللي هقصها كده. وربت شويه مني، خدت زاويه بس مش مشكله. نحاسب على الصواني، نقطع بالسكينه، ناخد بالنا ان احنا ما نسحبهاش تحت. طبعا انا ما دهنتش الزبده والسمنه الا لما اخلص تقطيع، لان هتخليها تلزق في السكينه وهي بتتقطع فمش هتبقى مظبوطه. ما بتاخدش سوا وقت كتير في البوتاجاز. انا شغلت البوتاجاز اسخنه وربنا يهديه عليا. اللهم امين. عشان انا بخاف منه شويه معلش.
ادي الحلو. لو في حاجه هنبقى، وده الزيت والزبده اللي عندي، هبدا ادهن من جناب الصينيه من الاربع جناب الاول عشان اضمن ان الطروف اتدهنت، وبعدين هبدا ادهن الوش، وهبقى ممكن ايه اعدي الفرشه كده جاب بين الحاجه وبعضيها، لان انا ما دهنتش من جوه عشان مش عايزين نكتر مواد دهنيه. هو هيسيح وهيدخل جوه متقلقوش. ومش سمنه بلدي صافي ومش زيت صافي، لان السمنه البلدي برضو ايا كان بتدي طعم مختلف. كل الجناب اهي عشان تنزل جوه، وبكده تبقى خلصت الصينيه التانية. وهخش احطهم في الفرن بعد كده. ودي صينيه اللي هي الحلو، عايزه بس اوريها لكم. انا عشان مش عايزه اسكرها قوي حاطه عليها بس رشه سكر كده من فوق، وهي الزبيب هيسكرها شويه. عايزه اوريكم التسويه بتاعتها من بره